مرحبا طلبة الصف السادس الابتدائي. درسنا اليوم بالقواعد اللغة العربية نصب الفعل المضارع. احنا دائما نعرف خذينا بالدروس السابقة انه الفعل المضارع دائما مرفوع، علامة رفعه الضمة. متى ينصب الفعل المضارع؟ ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب منهن أن ولن. إذا سبقت أن النصب، وإذا سبقت لن النصب. هاي أن ولن تسمى أدوات النصب. هسه مثل هذا المثال: يعجبني أن تساعد الناس. أن أداة ناصبة، تساعد فعل مضارع منصوب بالفتحة. لن تبلغ النجاح إلا بالجد والاجتهاد، فدخلت عليها لن، نصبتها، سوت علامة نصبها الفتحة. التمرين الأول: عين أدوات النصب والأفعال المنصوبة وبين علامة نصبها فيما يأتي. عندي 5 جمل، راح أسوي 4 حقول. حقل للجملة، الأداة الناصبة، الأفعال المنصوبة، علامة نصبها. أولا الجملة الأولى: أود أن يتحقق التقدم والازدهار لبلادي. أن هي الأداة الناصبة، الأفعال المنصوبة يتحقق، علامة نصبها الفتحة. ثانيا: لن أتأخر عن الموعد، الأداة الناصبة لن، الأفعال المنصوبة أتأخر، علامة نصبها الفتحة. الجملة الثالثة: أتمنى أن يفوز فريقنا، الأداة الناصبة أن، الأفعال المنصوبة يفوز، علامة نصبها الفتحة. الجملة الرابعة: لن يضيع الله أجر من أحسن عملا، الأداة الناصبة لن، الأفعال المنصوبة يضيع، علامة نصبها الفتحة. الجملة الخامسة: يفرحني أن تنجح، الأداة الناصبة أن، الأفعال المنصوبة تنجح، علامة نصبها الفتحة. نجي للتمرين الثاني: ضع أداة لنصب الفعل المضارع في الفراغ فيما يلي، واضبط الفعل المضارع بالشكل. أولا: فراغ يحترم الناس الغشاشة. لن يحترم الناس الغشاشة. ثانيا: يجب عليك تطيع والديك. أن. نقطة 3: ينبغي لك فراغ تغسل يديك قبل الأكل وبعده. أن. ينبغي لك أن تغسل يديك قبل الأكل وبعده. رابعا: يسافر محمد. لن يسافر محمد. 5: يسرني تجتهد في دروسك. أن. يسرني أن تجتهد في دروسك. التمرين الثالث: ضع فعلا مضارعا مناسبا في المكان الخالي واضبطه بالشكل. أولا: لن فراغ المجد، لن يفشل، لن يفشل المجد. ثانيا: أحب أن الإنسان بالموعد. أن يلتزم الإنسان بالموعد. 3: يفضل زيد أن يستيقظ مبكرا. يستيقظ، فتحة. رابعا: من الأفضل أن فراغ الواجب كل يوم. أن نقوم أو نحضر، من الأفضل أن نحضر الواجب كل يوم. خامسا: لن فراغ عن قول الحق. أتنازل، لن أتنازل عن قول الحق. التمرين الرابع: اعرب ما يأتي. أولا: يحب المدير أن يطبق التلاميذ النظام. ثانيا: لن ينجو المقصر من العقاب. نسوي حقلين للكلمة وإعرابها. يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المدير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أن أداة ناصبة تنصب الفعل المضارع. يطبق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليش منصوب؟ لأن نصبته أداة الناصبة أن. التلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. النظام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نجي للجملة الثانية، نخلي حقلين الكلمة وإعرابها. لن ينجو المقصر من العقاب. لن أداة ناصبة تنصب الفعل المضارع. ينجو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المقصر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من حرف جر.
العقاب اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة.